أعوذ برب الفلق. لك قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا حسد. تو تو تو. لك اعتني وجه الله، ما عندك شغلة غيري، اعتني. الله يسامحك يا جاري، أنا بحبك من صمصومة قلبي. لك وأنا كمان بحبك من صمصيم قلبي، بس لحقني على الدعسة. شو اشتغلت؟ وأنت طالعت وشو عملت؟ لك اعتني بقى، لك عينك هي ضيقة بلاها. لك والله مو عيني ضيقة، بس أنا خايف عليك، لك حاجتك شغل، العمر بيخلص والشغل ما بيخلص، ريح حالك. الله لا يريحك، خايف علي. شكيت لك شي، لك جبت لك شي، عاتبتك شي. حل عني لك الرزاق الله. كل واحد الله كاتب له رزقه، اقتنع باللي الله كتب لك يا لك حاجتك طبع، الجيوب ما له كفن ما رح تاخذ معك شيء. لك روح رايح خليك عم تذكره. روحي كمكرك عزرائيل، لعنته يا رب. يخرب بيته. والله لا يسطحني سطح من عينه الضيقه، الله يجيني من عينه، يخرب بيته. نزعني مساي. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا جماعة انتوا أهل الخير، الجامع بده ترميم والشتوية على الابواب والسقف عم يدلوف، فبدنا مساعدتكم ونخوتكم. أنا من عندي حاضر زعيم، شو بيترتب علي أنا جاهز. وأنا زعيم، شو بتأمروني على راسي من فوق، كمان أنا جاهز. الله يجزيكم الخير، الله يجزيكم الخير. الله يسلمك. أحسن من هيك. السلام عليكم يا جان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صارت قصة يا زعيم، أول مرة بتصير. خير أبو فيصل خير، شغلت بالي شو القصة؟ أبو ماجد النحاس ما فتح دكانته اليوم. مزبوط. أنا من شوي شفتها مسكرة، ماله بالعادة، خير إن شاء الله يا رجال، شو صاير له؟ اطمن زعيم اطمن، ما في شيء، هذا أخذ عياله وطالع سيران على الربوة. شو الحكي؟ معقول يعملها؟ كمان بيعملها هذا منو؟ مستحيل يعملها أبو ماجد زعيم، مستحيل. شايف لك أبو فيصل عملها. يا زعيم من يومه بيموت على القرش، شلون هيك روح الزباين عليك؟ شلون عملها أبو ماجد؟ والله ما عم صدق يا زعيم. بصراحة يا زعيم، كل أهل الحارة ما حدا صدق هاي القصة. يا حريق حريشك يا أبو ماجد على الفصل، معقول يعملها؟ معقول؟ شرف، ارتاح ضميرك، فشيت قلبك. هي أبو ماجد سكر دكانته وطلع سيران. الزلمة بلش يعيش حياته. ماني عم صدق انه الدكان مسكر، شايفها بعيني وماني عم صدق. يا اخي بس بدك الصراحه، والله عم بيشتاق له لأبو ماجد، ما حلوه الحاره من دونه، والله ما حلوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخواتي انا عم بدور على ماجد اللي أبو ماجد النحاس. النحاس ايوه، بس لقيت دكانته مسكر. اي والله شوفت عينك ابو ماجد مسكر دكانته واخذ حريمه على السيران، اللي شو بدك خير اخي. والله يا اخي هذا البريل النحاس مكسوره ايده، وقالوا لي بده يصلحها. ايه سلم تمك، قال بصلحها ماجد. إيه خلص رجع بكره اخي. لا ما بقدر ارجع بكره، ما بدي روح عمي. هون ما في غير ابو ماجد ومسكر. في واحد بحاره الجوره بس بعيد عليك شويه. لا بعيد كثير يعني. انا قلت لحالي ابو ماجد يا بصلح لي اياه يا بيشتريه مني، وبعدين انا بشتري واحد ثاني بده يبيعه، اشتريه منه. انا شو بدي فيه انا؟ ولك اشتريه منيح. قديش بدك حقهم؟ ليرتين. ليرتين؟ لك شبك عم تفقف، خلاص خدوا رزقتك خدوا. ايه بتاخذوا وياك شراكه؟ لك شو بدي اساوي فيه شراكه؟ بتاخذه انت ولا باخذه انا؟ اشتغل بليره ونص. لا ليرتين. اعطيه ليرتين، انت الكسبان. وهي الغطا، وهي غطا. شايف هي ليره، هي هي ليرتين.
ايوه وهي هي ها يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك أبو فيصل. الله يبارك بعمرك. بتعرف كأنه منحاس. لا تقولها. شو بده يكون ترك يعني؟ راحوا العرتين؟ لك شو تناك؟ عم لك كأنه منحاس شيء منحاس، إذا ما بدك إياه بشتري منك أنا. لا لا باخده على برده، بس والله بعينته تقيل. بتعرف ليك عليه نقشة وكتابة مو مبيناها، بده تلميع، باينته أثري. ان شاء الله يا رب من تمك لباب السما. بس بعرف حظي تناك، مبين تناك. تناك هات من ايدك. لك شو تناك؟ ما بدك إياه لأخذه أنا. انا اخذته على برده خلاص. أهلين بالزعيم والله. أهلين فتحي والله. أهلين فيك. كانوا طول بهالسيران الأم ماجد، ما زلمة عم يبسط حاله عايش حياته على كيفه. شو عليه؟ الله يهنيه يا رب. بارك لي باركولي، بارك لي يا زعيم، بارك لي. المصاب اللي اشتريته طلع دهب، بارك لي يا فتحي. رزا من عند الله دخيل اسمه، باركولي يا اهل الحاره، باركولي يا ناس. لك شو شو طلع له؟ شو هالداب ما داب؟ شو عم يحكي هاد؟ رح احكي لك زعيم. هات شوف شو القصة. هذا من مدة اجى رجال غريب على الحارة، معه مصب مدري دلة هيك، بده يصلحها عند ابو ماجد. ابو ماجد مسكره بالسيران كان، قام اشتراها منه ابو فيصل بليرتين. ايه وشو دخل الذهب؟ شوفت عينك عم يقول طلع ذهب. شو الحكي هاد؟ سبحانك ربي، سبحان الرزاق. معقول يطلع ذهب؟ لا اله الا الله. الله يرزق من يشاء. شو ها؟ ذهب طلع على قوله. شوف حظه قد ما بينق الله رزقه مشان يسكته. سبحانك ربي، سبحانك ربي، انت الرزاق، لا اله الا الله. الحمد لله اجيتك يا زعيم، الحمد لله اجيت. سؤال بدي اسالك يا زعيم. ابو زعيم الله يوفقك، عن حق فيصل اجى لعنده واحد بدوي معه مصب على اساس نحاس طلع دهب. مزبوط هيك سمعت. الزلمه كان جاي لعنده منك ما لقاك، اجى لقى ابو فيصل ساله لك وينه هذا؟ قال له والله راح على السيران. قال له طيب وين بدي اروح بهالمصب انا بدي اصلحه؟ قال له شو بدك فيه؟ قال له بدي بيعه. قال له انا بشتريه منك. اشتراه منه بليرتين، قام طلع ذهب. اخ يا بابا عيني سبحانك ربي. لك والله ما بدي اروح على السيران، واللي اسمه الله ما بدي اروح. الله لا يوفقك يا سمية. انه مو رزقته. سبحانك ربي، انت الرزاق. والله سبحان ربي، هو الرزاق ذو القوة المتين. خرب بيتي. روح على السيران، روح. سبحان الله يرزق من يشاء. سبحانك ربي، انت الرزاق. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شهد علي يا رب، شهد علي يا ربي، يلي شايفني، يلي عينك ما بتغمض ولا بتنام. يحرم علي من يوم ورايح، يحرم علي يسكر الدكان لا بالليل ولا بالنهار، ويحرم علي يروح تيران او اطلع مشوار. يحرم علي ربي. وينكم يا بنات؟ دلال؟ ريحانة؟ وداد؟ تعالوا شوف. شوفي يا عمو شوفي. عدوا لشوف امي عدوا. ايه يا عمو. شوفوا يا بنات، ابوكم بعت لي خبر انه صفية اخت الباشا جاي تزورنا. يوه يا عمو، وليش بدها تزورنا صفية خانو؟ إيه بدها تزورنا لانه جاية تخطب لاخوها الباشا. ليش مين بده يتجوز الباشا يا عمو؟ اكيد انا يا عمو، لانه انا احلى وحده بيناتكم. لا حبيبتي اكيد انا مو انتي. ايه لا حبيبتي انا الاحلى. شو يا عمو مزبوط ولا لا؟ اخرسوا انتوا التنتين، لانه الباشا بده يجي يخطب ما على حلاوتكم. يا عمو
بس انا الاحلى. لا حبيبتي انا. لك خلصوني بقى، ما عاد في وقت هلا، ما بقى الا يجوا بتحملوا حالكم، بتفزوا بتنطفوا البيت هيك تعملوا مثل البروانه انت وياها سمعانين؟ لعيوني يا عمو. ايوه يلا بسرعه. قوام رح تختارني انا؟ لا اكيد انا قالوا له يا حواجبه يا عيونه، قالوا له بكره على المغتسل بيبان. شو فهيمة ما شاء الله حالك. بسرعه يا حسنتو. حاضر يا مو حاضر. رح يختارني انا وحياتك شوفي. لا انا. ما شاء الله عليهم، ما شاء الله. بستان ورود يا أم أكرم، بستان ورود. تسلمي يا رب، تسلمي والله خجلتينا، شرفتونا وآنستونا. الشرف إلنا يا أم مكرم، أصلكن ونسبكن بشرفنا وبشرف كل بكاوات الشام. تسلمي يا رب، تسلمي. يعني الواحد يحكي الحق، ما شاء الله عليكم. سمعتكم سابقتكم بكل الحارات، أدب وأخلاق وحشمة وكله من كتيره. مشان هيك صفية خانهم اجت لهون مشان تخطب وحدة من بيناتهم لأخوها الباشا. يا ميت أهلا وسهلا، بتشرفونا. هاي هالبنات صبايا قدام منكن، نقي واستحلي يا ست صفية. لا يا أم مكرم، رح اختار بعد الاختبار. رح تسألون سؤال بسيط وصغير وبدها كل وحدة لحالها، يلي بتعرف تجاوب عليه رح تكون من نصيب الباشا. فشو قلتي؟ اسمعيني يا وداد، هذا الاختبار رح يحدد الزواج. في مشنقتين وفي 3 أشخاص، أبوكي وجوزك وابنك، وانتي لازم تختاري واحد بيناتهم يضل عايش. مين بتختاري؟ بختار زوجي يعيش. بختار ابني لأنه هاد من لحمي ودمي، ما بقدر أتركه. بس يا خانم، أنا كنت بدي أقول لك إنه أنا بدي أختار أبي، لأنه البنت ما إلها إلا أبوها، هو عزوتها من هاي الدنيا كلها. شو يا ريحانة؟ هي 3 مرة بنسألك ولهلأ ما جاوبتي. أبوكي ولا جوزك ولا ابنك؟ مين بدك إياه ينشنق؟ آخر مرة رح أسألك هذا السؤال، مين بدك يضل؟ أبوكي ولا زوجك ولا ابنك؟ جاوبي. لك إلهي بلاكي بقتلك، ولك قديشك حوبة، ولك ليش ما جاوبتي؟ ليش؟ إيش كان أنت ما بدك تتجوزي فأنا وأختك بدنا نتجوز، ولك هذا الباشا، لك الباشا مو حي الله. أختي أنت ما جاوبتي، خلص أنت شو بدك فيني؟ أين بلا جاوبت، وأنا متأكدة إنه رح تختارني، لأنه أنا مو بس الحلبة بيناتكم والأذكى كمان. وأنت دلال شو جاوبتي؟ أنا اخترت ابني لأنه حسيت إنه هذا الجواب الأفضل. شنو صفية خانم محرومة من الضنا، قلت لحالي أكيد حتختارني لأني اخترت الابن. ما شاء الله حولك، ما شاء الله حولك، حوضتك بأنوار النبي، قديشك فهيمة وذكية. بعدين بتعرفوا أنا شو اخترت؟ قلت لزوجي. بعدين يا بنات، صفية خانم ليش لحتى تعمل كل هذا الاختبار؟ مو مشان تأمن على أخوها الباشا أو تعرف إنه البنت اللي رح تنقي له إياها رح تختاره على كل الناس. إيه بس بعدين غيرت قالي وقلت لها أبي. بتعرفوا ليش قلت لها أبي؟ مشان تعرفوا إنه نحن بنات أصول وما عم نتخلى عن أبونا، لهيك رح تختارني أنا. صفية خانم رح تقولكم شو قررت ومين اختارت.
اسمعيني يا أم مكرم، بناتك يخزي العين عنهم، كلهم حلوات ومؤدبات وبياخدوا العقل ومربايات على الغالي. أنا عملت هذا الاختبار لحتى أفهم أعل كل وحدة فيهم. لما سألتهم هذا السؤال، مين بتختاري، أبوكي ولا زوجك ولا ابنك؟ في أسئلة بالحياة ما فينا نجاوب عليها، في أسئلة بالحياة مستحيل إنه نجاوب عليها وما لازم نجاوب، لأنه نحن ما فينا نختار بين الأب والزوج والابن. لهيك سألتهم هذا السؤال. المفروض يكون الجواب على هذا الشيء الصمت. بنتك وداد أول شيء اختارت الزوج، بنتك دلال اختارت ابنها، رجعت وداد واختارت أبوها، وكلهم كانوا غلط. أفضل جواب على هيك أسئلة هو الصمت. واللي رح تكون زوجة الباشا هي يلي اختارت الصمت على السؤال، واللي هي ريحانة. كيف ممكن الواحد يختار بين قلبه وروحه وأنفاسه؟ الأب هو سند البنت وملجأ بالحياة، هو اللي رباها وكبرها وقواها. الأب هو قوة البنت، والزوج هو اللي سترها وغطاها، هو رفيقها وشريكها. أما الابن فهو قطعة من روحه، قطعة من قلبه. فكيف فيها البنت تختار بين هالثلاثة؟ لك أنا بختار موت وما أنحط بهيك موقف. أيوة أهلين وسهلين. السلام عليكم أختي أم صياح. وعليكم السلام. شفت العقيد بالحارة، قال إنك أنت عم تستنيني. يا ميت أهلين وسهلين. إيش شايفتي لي بمنامك؟ هلا هيك طلع معك؟ ما في شيء، عم بمزح معك تدرسي، مو أنا أصلاً عم بستناكي. تفضلي يا أهلي. يلا. وهي قاعدة؟ هاتي لشوف شو صار معك. لك يا أختي يا أم صياح، أنت كتير مصعبتيها علي. يو شو معدنا، شو مصعبت عليكي؟ لك يا بنت الحلال، انت خطابه ودايه، واللي مالي على راسك مش هيجيب لك اياه. بعدين هذا صياح العقيد مو حي الله، واللي بدها تتجوز ولا تاخذيني بهالكلمه بدها تكون بنت ولا كل البنات. شوفي يا ست أم صياح، في بحارة الصاغة بنت عم يحكوا بجمالها وبأخلاقها، وبنت حسب ونسب، يعني طلبكم كثير عال. اعطيني اسمها وعنوان بيتها. يا ما بدك تاخذيني معك مشان نخطبها للعقيد، ولا بدك تاكلي علي الحلوان؟ لك شو اكل عليك الحلوان؟ تفضلي. ها اعطيني العنوان، ولا تجيبي سيره بالموضوع قدام الجماعه، غير انه انا ام العقيد صياح جاي تخطب من عندهم. مثل ما بتأمري. شو وين دلال؟ دلال مو فاضيه، عندها شغل. طيب كأنك مطنشة، ما بدك تسقيني شي؟ لا ايوه تكرم عينك. شو بتحبي، قهوه ولا مشروب بارد؟ لا والله مشروب بارد. تكرم عينك، شراب الورد احلى شراب الورد. ايه ان شاء الله الف مبروك تتهني. تسلموا عمو. معوضين معوضين. مريني يا اختي. داخلي على الله وعليك يا سيدي. تفضلي. لا أعوذ بالله يا سيدي، أنت فهمتني غلط. شو اللي بدك اياه لك؟ يا سيدي أنا عم دور على شغل، أنا بشتغل بالبيوت. الله وكيلك يا سيدي، إلي تم ياكل ما إلي تم يحكي، وعندي ولدين لله. والله يا سيدي فاتحين طبهم للهوا. أنا بشتغل وبطعميهم، والله العظيم يا سيدي أنا ماني شحادة. هدي يا اختي، هدي
هاتي. كتر خيرك يا سيدي، كتر خيرك. راح ضب القماش وبعدين باخدك لعند الحرب العميد. منيح اللي صار عنا خادمة بتساعدنا بهالبيت الكبير. ايوه، ومنه بنكسب حسنة هالمرة واولادها، الله يعينها. لك شو صار بالمي؟ حاضر يا خانم حاضر. لك نعمة بقلبك ما انك شايفة. أنا آسفة يا خانم، أنا آسفة، الله وكيلك مو بقصدي. مو بقصدك؟ إن شاء الله بقصدك عزرائيل إلهي. لك طولوا بالكم عليها. دلال لسه ما تعودت على الشغل هون، لساتها بأول يوم. أول يوم وهيك يا أبي، ما تاخذ وش بتعمل؟ روحي انقلعي جيبي خرقة وامسحي اللي عملتيه. دفي من وشي يلا. حاضر يا خانم حاضر. لك حرام عليكي تحكي معها هيك، حرام، ما بيجوز من الله، ما بيجوز. ليكي عتاب، لا تعملي لي فيها حرام وهلا قلبك طيب. أنا هدول العالم كتير منيح، بعرف أتصرف معاهم. خرست يا أبي، خرست. نحن بنكسب حسنتها وحسنة ولادها معها كمان. الله يخلي لنا اياك ابن عمو. لكن ان شاء الله بيقبرني هالوش. عملت لك كاسة عصير مشان تروقي دماتك. واعتذر منك يا خانم عن اللي صار. وشو رأيك هلا انتي؟ اقعد انا وياكي هون ونتساير ونفتح احاديث، ولك انتي ما في براسك عقل انتي؟ انتي شو انتي مفكرة حالك انتي من مقامي؟ ولك انا سوريا بنت ابو نزير. مين انتي مفكرة حالك؟ كلك وحدة شحادة. روحي جيبي خرقة ومسحيهم يلا على السريع. بس شفتي كيف انكبوا بالغلط؟ يلا. خلصنا، شبنا بدك تضلي هيك زعلانة؟ يعني سوريا أنا أختها ما بتعاملني منيح، الله وكيلك كلمتها على راس لسانها. لا يا خانم لا، ما في هيك شيء. معناتها مشتاقة لأولادك، كم ولد عندك ما شاء الله؟ ايه والله يا خانم، 2 لله. الله يحميهم يا رب. وهي أول مرة بنام بعيدة عنه. طب شو رأيك تجيبهم لهون؟ عن جد عم تحكي يا خانم؟ ايه. لك روحي الله يسر قلبك وخاطرك، إن شاء الله يا ربي بيبعث لك ابن الحلال اللي يسرك. بس بتوعديني إنه ما عاد تزعلي؟ ايه يا خانم من عيوني. شو أعمل لك تشربي؟ بدك يا على ذوقك. من عيوني، أطيب كاستين شاي. يلا يلا جاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقبريني اهلا اهلا. تعالي شوفي شو صار معك. لك اتركيني القط نفس يا امي. اعملي لي فنجان قهوه وكاسه مي وبحكي لك كل شيء صار معي بالحرف الواحد. تكرم عينك تقبريني. روحي ارتاحي روحي. ايامه هيك بكون حكيت لك اللي صار معي بالحرف الواحد. انا ما عاد فيني اتحملها لهي سوريا بنوب بنوب، يبلاها بقتلة قديش سماويه وشاضومه. يا عمو انا ما عاد بدي اروح لعندهم، هي سوريا ما بتناسب اخي لا من قريب ولا من بعيد. لا بقتلة الهي.
بس يا عمو في عندهم أخت تانية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، قديش حنونة وكربوجة وطيوبة. نيال بده يتزوجها يا أمي. وشو اسمها هي البنت؟ اسمها عتاب. يا عمو بتاخد العقل، طيوبة وآدمية. والله اللي بده يتزوجها يا عمو ليعيش عيشة هنية وعيشة ملوك. طيب وهي عتاب بتناسبه لأخوكي؟ معلوم يا عمو بتناسبه. تقبر قلبي إلهي، بكرة بس تتعرفي عليها رح تحبيها كتير كتير. طيب قومي خلصي قهوتك وروحي قوام قبل ما يستعوقوكي. يا عمو عم قلك ما عاد بدي يروح لعندهم، ما عاد بدي اشوفها لسوريا الشاضومة. خلص اتركي قهوتك بقى وروحي، بس اليوم الله يرضى عليكي. اليوم بس ها؟ ايه. طيب أمرك ذهبت لسوريا. ونحن لنا الشرف يا عمي ابو نزير. نحن اللي لنا الشرف يا عقيد. صيتك وصل لحارتنا، مو بس لحارتنا، وصل لكل حارات الشام. 100 أهلين وسهلين صياح. اهلين وسهلين فيك عمي ابو نزير. يعني انا جاي اطلب ايد المحروسه بنتكم على سنه الله ورسوله. بنتي وين رح تلاقي زقرت وبضاي مثل العقيد؟ الله يخليك عمي ابو نزير، بس اللي بدي اياك تعرفه انه انا جاي اخطب ايد بنتك الثانيه، يعني مو سوريا. وسوريا نحن ما هيك اتفقنا. عمي ابو نزير، انا دايس بساطك وحابب تسمعني بهالكلمتين اللي بدي اقول لك اياهم. اذا ما بدك تسمعهم خذ لي طريق لاحمل حالي وامشي. دلال حكت لي على سوريا، حكت لي انه بنت معنطزة كتير وشايفة حالها وما لا شايفة حدا قدامها، وسوريا ما بتناسبني بنوب. اما حكت لي على عتاب انها لطيفة وحنونة وبتحب غيرها وبتخاف على مصلحة غيرها كمان. واللي بدي اياك تعرفه منيح انه دلال اللي بتعرفها هي مالها خدامة. دلال بتكون اختي. إلنا الشرف يا ابني، واللي بدك اياه رح يصير. الله يخلي لي اياك يا عمي ابو نزير، وان شاء الله بكون عند حسن ظنك. اهلين بالعقيد. خلينا نسمع الفاتحة يا ابني. حبيبتي ام بدر، انت الاصل وانت الذهب العتيد، وانت ام ولادي بدر وبدريه. وصحيح بكره بدر وبدريه بيكبروا ويتجوزوا، بس بتضلي انت الاصل وانت كل شيء بحياتي. وانت بتعرفي انا رجال وعندي رغبات. ايه بعرف. انت ابن عمي، تاج راسي، سيد الرجال، والشرع محلل لك تاخد 4 نسوة. الله يرضى عليك، الله يرضى عليكي. وانا مالي غني عنك بنوب بنوب، بس بدي اطلب منك طلب. امرني ابن عمي. تروحي تخطبي لي اياها. من عيوني. يعني انت منقيها للعروس؟ لا، ولا قال لك ايه؟
ابن عمي، مو شايف البنت صغيرة عليك؟ يعني هي قد بناتك، وانت متأكد انه الجماعة رح يعطوك اياها؟ ام بدر، انا ما قصدي شيء، انت سيد الرجال، بس الناس بكره بتحكي علينا. والناس شو خاصة بجوازي؟ لا عيب ولا حرام. خلص لا تزعل، انا بكره بذات نفسي بروح بخطب لك اياها. أصيلة أصيلة وبنت أصل، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. بس لا تنسي مثل ما قلت لك رح تضلي أنت الأساس. صباحية مباركة يا عروس. سعد لي صباحك ابن عمي. شو رأيك نكسر السفرة سوا هلا؟ يا ابن عمي، بدك انا نكسر السفرة وارض الديار ونحن عرسان جداد؟ خلينا بأوضة النوم. وانتي قلتي تعالي أحلى أوضة نوم يا غرامي يا عرس العنب بدر. الله يهنيك، الله يهنيك. الله ألف مبروك أبو بدر. الله يبارك فيك يا وليد. الله يهنيك أبو بدر. أهلين أهلين فتحي أهلين. ألف مبروك أبو بدر. الله يرغب فيه حبيبي. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا قلبي. إن شاء الله ألف مبروك لك أبو بدر. مال عندك. شو هاد؟ يا باطل يا باطل، تصدري يا حرمة، حطني على راسك. بلاك بقتلك يابا. إلهي، شو بك؟ يابا شو هاد؟ غطي على راسك. ايه شو بكي انت الثانية، شو بكي؟ هذا ابن ابو بدر يعني مثل ابني. وحضرتك لوين طالعة؟ ايوه، وانت شو دخلك؟ شلون شو دخلني؟ ابن عمك دريان انك طالعة من البيت؟ والله يا حبيبتي يا تقبريني، انا ما بطلع من دون مشورة جوزي، بس شكلك انت غيرانة لانه ما عم بفوت لعندك. عم يضل طول الوقت عندي، غيرانة مو ليكي حبيبتي، اذا مفكرة ترمي بيني وبينه فشلتي. اسمعي لي، انت بتعرفي انه انا مالي غيراني، ان شاء الله بتتهني فيه وروحي وين ما بدك. اسمعي انت الثانية، كلامك بتحسبيه معي وبتعرفي اي كلمة كيف بتقوليها، مفهوم ولا لا؟ بعدي من خلقتي. روحي ضرب السد ما يرد. يابو بعدين معها هاي. شو بدي اعمل لك انت الثاني؟ روح اسأل ابوك. اعتداله؟ شو بك يا حبيبتي، ليش عم تبكي؟ ما في شيء ابن عمي، ما في شيء. لك ما خوليني، مين اللي زعجك قولي لي؟ رح اقول لك ابن عمي، بس توعدني انك تطول بالك. لك قولي لي شو صاير؟ ابن عمي، هاد ابنك اليوم دخل علي بدون لحم ولا دستور. شو؟ متأكدة انت؟ والله لا اطلع بروحي والله. ولا والله لا اشخدك على البلوعه، شو عامل ولا شو عامل؟ مشان الله طول بالك، بدي افهم ابني شو عامل. لك ابنك فايت على الحرمه تبعي وهي قرعه. لا مو صحيح يا ابي، مو صحيح هذا الكلام. خلاص ولا خلاص وتدنيعك، يلا نلعب، يلا نلعب من بيتي. وين بده يروح؟ مشان الله طول بالك. انت كمان بتخرسي وبتسد نيعك عشان ما اطلع براسي. يلا يلا نلعب. ولا الله يسامحك يا ابي طارق. الله لا يسامحك، يلا نلعب يلا. انت اسكتي وفوتي لجوا يلا. لعمى بقلبك انت وياه. ربي دخيلك يا ربي دخيلك، شو هالمصيبة هي اللي جابها على البيت؟ مسوك يا عمي مسوك. لك بريء عليك، لك هي بنتي اللي بعرفها، هي بنتي اللي بعرفها. ايه لكن يا عمي لكن تربايتك، بس لامتى يا عمي لامتى؟ لك شو لامتى؟ واحد عايش بالنعيم بيرفس النعيم بيرفس النعمة. لك بنتي معك حق يا عمي، بس لا اخلص من ضرتي هالسرنومه
وساعتها كل شي رح يصفى إلنا ومننفذ خطتنا. ديري بالك بنتي، ديري بالك وانتبهي مزبوط، انت وعم تسحبي الذهبات. يا بي مثل الخاتم بإصبعتي. شلونك بالخطة تبع ابوكي؟ ما في منك يا أبي. خبيهم خبيهم. هذا محل ابو بدر. متأكد ابن عمي إنه هذا هو المحل؟ لك ايه هذا هو ابو بدر، اغنى واحد بكل الحارات. يا أبي ابن باين عليه كبير كتير. ولك كبير كبير، لك ابوه كبير منشان يكون مثل الخاتم باصبعي. يلا بنتي يلا، المحل فاضي. تقلوا لي حالكم مزبوط هون. حاضر يا أبي. لا تخاف علي ابن عمي، هذا مو أول واحد. لك والله خطتك يا أبي ما بتخطر على بال إبليس. لك شو هاد؟ روحي يا ابي يلا، روحي على بيت جوزك لا تأخري. يلا ايه بأمرك يا أبي. رضاك. الله يرضى عليك يا بنتي، الله يرضى عليك. ابن عمي، يا ابن عمي. لك يا روح ابن عمي، لك يا حبيبة قلبي، لك تقبري عظامي وقت بتطلع منك هالكلمة مثل كأني عم بلحس حسن. امري. لا تخجلني ابن عمي، لا تخجلني. لك امري وقربي شهديتي، قلي لي شوفي. ابن عمي بس بدي اقول لك شغله، بس وعدني انك ما تعصب. هلا ما بتبطلي لي العادة، خلص قلي لي. ضرتي شفتها طالعه من الغرفه وسرقت ذهبات. ام بدر، ام بدر، ام بدر، ام بدر، ام بدر. عم تغدري فيني يا ام بدر؟ الله يسامحك، شوفي والله ماني عرفانة شو صاير. لك عم تسرقيني يا ام بدر، انا مناقص عليك جيت ولا سنين. أعوذ بالله، والله أنا ما سرقت والله. تعرفي يمين؟ إيه والله بحلف يمين. بعد هيك لشوف، بس لا تنسي انه اعتدال هي اللي شافتك وهي اللي قالت لي. لك والله بعد هيك يا ابن عمي. بعد هيك وهي اسوالة مين؟ مو اسوالة اعتدال يا سراقة يا حرامية؟ والله مو أنا. ما بدي اشوفك هون. إن شاء الله يلا يا عمي. لبرا دعي، انقلعي انقلعي يا حرامية. بالفعل اللي استحوا ماتوا. يخرب بيتك من قامتك، مو منقص عليك شيء وكل شيء واكتره يا حرامية. قطعة نظيفة داغستانية، عرق على كيفك حرير، وهي اللي بيدك باكستانية. تفرجي تفرجي. ايه مو غالي مو غالي. يلا أبدا الله يخليك، روح دبر لي كم قطعة ذهب. مشان ايش ابو صفان؟ جايتني الشروة وبإذن الله برد لك إياهم دبل. ايه دير بالك على المحل، روح جيب لك اياه. من عيوني، لا تتأخر الله يخليك. انت الحرامية يا بنت الحرام. طول بالك ابن عمي، طول. شو بدي طول بالي؟ كمشتك كمش الايد. والله لندمك على الساعة اللي عشتيها معي مشان العملة اللي عملتيها معي ومع ام بدر. بس مو الحق عليك، انا الحق علي اللي تسرعت وطلقتها لام بدر. بس انا قبل ما اخذك على الكركون رح اقول لك انت طالقة طالقة طالقة. اجي معي على الكركون.
سامحيني يا الذهب العتيق، سامحيني يا بنت الأصل. اخطأت يا أم بدر ومنك السماح. إن شاء الله تكون تعلمت درس. المظاهر خداعة والمعدن الأصيل بيبان. وانتي قلتيها